طالب في كليه الطب بيحكي وبيقول: في يوم من الايام صحيت من النوم بدري عشان كان عندي محاضره مهمه في الكليه، وقمت غيرت هدومي واتوضيت وصليت، وقبل ما اطلع من البيت دخلت على والدتي عشان تدعي لي ان ربنا يوفقها، لكن وانا بصحيها من النوم لقيتها تعبانه جدا ومش قادره تاخد نفس. المهم جبت لها علاج وفضلت جنبها لحد ما اطمنت عليها، بس من جوايا كنت زعلان جدا بسبب المحاضره اللي فاتت، خصوصا انها كانت اخر محاضره قبل الامتحان. فاتصلت على واحد زميلي وسالته: انتوا اخدتوا ايه في المحاضره النهارده؟ فرد وقال لي: اخر شابتر في الكتاب الدكتور شرحه لنا بالتفصيل وركز لنا عليه، وكمان نبه علينا نذاكره كويس علشان هيجي منه اسئله في الامتحان. فشكرته وقفلت معاه وقمت جبت الكتاب وفضلت اذاكر الشابتر اللي قال لي عليه، لكنه كان صعب جدا وتعبني قوي، خصوصا ان ما كنتش في المحاضره، بس الحمد لله ربنا عني وخلصت. وفي يوم الامتحان جالنا سؤال كامل منه، بس الحمد لله حليت وطلعت وانا فرحان بسبب ان قفلت الامتحان. لكن استغربت لما لقيت اغلب زمايلي متضايقين جدا وعمالين يعيطوا، ومنهم زميلي اللي كنت سالته. فبقول له: في ايه؟ قال لي ان الدكتور في اخر محاضره قال لهم ان الشابتر الاخير ملغي من عليه ومش هيجي منه اسئله في الامتحان. ساعتها انا اتصدمت، فلقيته بيقول لي: انت حليت السؤال؟ قلت له: اه حليت، وانا من جوايا حاسس بالخيانه انه ما قاليش ان الشابتر الاخير ملغي من المنهج ومع ذلك خلاني اذاكر. فسالته: انت ليه ما قلتليش ان الشابتر ده اتلغى؟ فرد عليا بكل بساطه وقال لي: عشان ما تتسواش بينا وانت ما حضرتش المحاضره. فعلا صدق ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.